السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير؟ كيف دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا في احسن احوال يا ربي. قبل ما نبدا القصه نبغيكم تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اجوا تسمعوا اليوم قصتنا فين غاديه. القصه ديالنا اللي طرات في منطقه مولاي دريس الزرعوني نواحي مكناس، اللي طرات هذا العام 2023 بشهر 4 نهار 11 شهر 4. اجي تسمعوا القصه اللي طرات وديال من اللي مشى فيها ضحيه شاب اللي سميتو عبد العزيز، اللي قتلو اب وجوج الوليدات. علاش قتلوه؟ واشنا هو السبب؟ واش بيناتهم شي حاجه قديمه؟ ولاش بالضبط هو اللي قتلوه مسكين؟ عبد العزيز 30 سنه، انسان اللي تيعاون باه في واحد الكسيبه، وبزاف الجيران تيعطوه المسؤوليه، وانسان شاب اللي معروف ظريف وكبر من السن ديالو، اللي قلتيها ليه كيديرها. عبد العزيز عنده واحد الشخصيه زوينه اللي معروف عليها، كاع الجيران كيقولوها، الانسان اللي كاع كلشي ثقه، اللي عطيتيها ليه كيديرها، واللي تيشوف شي مسكين كيعاونو، ودائما كيهضروا عليه، الغادي جاي به والجاي غادي به. انسان كلمه زوينه وفم بلا عار. كيف ما كتقول الام ديالو ولدها مرضي، ولدها هو عينيها، اللي هاز عائلته وهاز الناس اخرين من غير عائلته. واحد النهار لقاو مقتول تحت واحد القنطره مضروب بشاقور. واشنا هي القصه ديالو وكيفاش مسكين حتى لقاوه هكاك؟ هنا جا الاب ديالو، كان كيف ما كتشوفوا الاب ديالو ما كيفطرش معاهم وما كيتسحرش مع الدار، دائما في كسيبه. عبد العزيز كيسالي الخدمه ديالو مع باه، وكيمشي يصلي ويفطر مع عائلته، ومن بعدها كيدي الفطور لباه ويدي ليه السحور مني كيبغي يمشي يعاونو. المهم كيدي طريق الفطور، دائما هو اللي كيدي الفطور وكيرجع يفطر مع عائلته، ومن بعدها تيجي السحور كيديه لباه وكيصلي التراويح وكيبقى مع باه خدام تماك وشاد الخدمه ديال الناس اخرين. ولكن واحد النهار باه تعطل عليه، كيفاش ما جاش؟ باقي ما جا، خاف عليه وجا بغى يشوف مع نهار 3 ديجا مع نهار الاربعاء، نهار الخميس سمحوا لي كان طرات هذا المشكل. خميس في الفجر غادي يشوف، غادي يتسنى ولده باقي ما جاش، وداز السحور فات الوقت، غادي يمشي غادي يتخاف عليه، غادي يلقى ولده مليوح في نص الطريق ميت ومضروب بالشعقور ومهرسين ليه الراس ورجلين. هنا باه كيغوت وكيجيو البوليس وكتموت تسيق الاخبار كيفاش، والناس كتغوت علاش هاد الولد، علاش الدري لقى مقتول. هذاك النهار غادي يعرفوا البوليس شكون اللي قاتل، غادي يعرفوا اللي قتل هو اب وجوج الوليدات ديالو. لانه هذاك في هذيك السيمانه هذه كان عبد العزيز داز نقاش بينه وبين هذوك العائله الجيران ديالو اللي كانوا حداهم، كان الباب على الباب. حكي هما كيف ما كتشوفوا هذاك النواحي كان عندهم مشكل ديال الماء، كل نهار دايرين النوبه، كل نهار شكون اللي غتجي النوبه ديالو، ولكن النوبه كانت في عبد العزيز وعائلته. ولكن هذاك الراجل ووليداته قالوا لهم لا، النوبه فينا حنا وبالسيف عليكم، نسقي وقت ما بغيت ونهز وقت ما بغيت الماء، ومحقي انا اللي نهز الماء. ولكن عبد العزيز وباه قالوا ليه لا، ما عندكش الحق، لان النوبه فينا حنا وانت ديجا دازت النوبه ديالك، غتسنى النوبه ديالك غتكون الغد ليه. بقى نقاش بيناتهم، كلمه ليا كلمه ليك، تدخلوا الناس. ولكن عبد العزيز من بعدها دازت الهضره، الغد ليه يوم الاربعاء جا
عاود تاني تلاقى مع الابناء ديال هذاك الراجل داز بهم النقاش. قال لهم شوفوا، راه انا ماشي درت مشكله مع باكم، راه النوبه كانت فينا ماشي في باكم، راه النوبه كانت فينا. هنا قالوا ليه لا، النوبه كانت في الاب ديالنا، علاش انت ما تخليش سقي، علاش هادي، علاش ما تخليش يهز الماء، مهم كلمه ليا. قالوا لهم لا، دخلوا الناس. هذاك الساعه عبد العزيز هضر مع الناس، قال لهم واش كانت النوبه في من؟ قالوا فيك انت. قال لهم وانتم ما سمعتوا، راه عير باكم الله يهديه وصافي. من تماك الام ديالو في الليل ما بين هذاك النهار كان يوم الاربعاء، جات الام ديالو كتسمع تلوح الحوت. كان واحد الزبل ديال الحوت كانت غتلوحو في الزنقه. تتسمع الهضره ديال الاب وولادو كيقولوا والله تنقتلوه، ما انا لما تبعتونيش انا غادي، راه ما نتوما ولادي معنا باكم، ضروري خصنا نقتلوه، ما نتسناوش، خصنا ضروري نقتلوه نصفوها ليه. ولكن الام ديالو تخافت، رجعت للدار، عيطت لولدها، قالت لي ضروري دير شكايه عند البوليس، راني ها اللي سمعت وها اللي سمعت. وقالتها لباه. من تما قال لها واخا دابا ندير شكايه. صافي ما ديش عليهم كيهضروا. دري خرج نهار الاربعاء، نهار الخميس في الليل، كيف ما كيديروا الناس، كيصلي مسكين، جا فطر، رجع لدار، رجع الخدمه عند باه، دا ليه السحور ديالو. المهم كيف ما ديما غادي مع ديك الفجر، غادي بالسحور لباه، حتى تيتعرضوا ليه وكيضربوه بشاقور هو الراجل هو ولادو. من تماك الاب ديالو هي هذيك، خاف ما لقاش ولدو، كيفاش ما جاش، مشى باش يشوف ولدو مالو، لقاه غارق دمايات وميت. ولكن مني جاو بغي هضروا مع الجيران، غادي يقولوا لهم علاش، غادي يسولوهم، غادي يقولوا لهم لان هذاك السبب ديالهم كما كتقول واحد الجاره ماشي الماء. هما اصلا حاقدين على الولد انه هو ولد الاب ديالهم، خصوصا انه هو دري اللي كيعطوه الناس، كيمشيو كاين شي جيران كيمشيو للطاليان كيعطوه المسؤوليه، كيعطوه كل شيء، دري اللي تيرين فيه الثقه. مهم هذيك غيره حقده من بكري. وكما كتشوفوا حاليا راه الاعتقال ديال الاب وديال الولاد والاب راه شادينهم. ولكن من بعد قالوا لان طلق سراح الاب وولادو باقين معتقلين. وكيف ما تشوفوا اخوتي القصه، واخا هكاك ها هو الاب ضيع ولادو بجوج، وضاع هذاك الوليد اللي مات باقي في عز شبابه. وكما كتشوفوا الحكم ضروري غيكون قاسي. ان شاء الله فيديو جديد، وشكرا.